الدهب نزل 110 دولار للأونصة في 5 أيام. هتقول لي إزاي؟ هقول لك تعالى كده نراجع مع بعضينا. آدي الشموع اليابانية وكل شمعة من دول تمثل يوم، يعني دي حاجة بتحكي حاجة في الماضي. لو حضرتك قاعد بتتفرج عليا وملكش دعوة بالذهب العالمي ولا بالتحليل الفني، ممكن يبقى الكلام صعب شوية. لو حضرتك مصدرك في أسعار الذهب السارة وجارتك وجارك، يبقى الكلام ده مش هتستوعبه شوية. الكلام ده فني قوي، بس ده بيتكلم عن الذهب العالمي. والشموع اليابانية دي حاجة تعبر عن السعر في الماضي. زي ما انت شايف كده، آخر 5 شمعات دول يمثلوا ال5 أيام بتوع الأسبوع ده، من يوم الاثنين ليوم الجمعة. يوم الاثنين أعلى سعر وصل له الذهب العالمي 3454، وكنا قايلين إن دي منطقة مقاومة عنيفة. بغض النظر عن اللي عمال يحصل في العالم والحرب اللي بين إسرائيل وإيران، السعر احترم المنطقة دي. وزي ما انت شايف نزلنا من ال 3454 حتى 3343 فجر اليوم. اذا التحليل الفني هو عباره عن دراسه تحركات الاسعار في الماضي، وبيقول لك ان البائعين والمشترين بيبقى عندهم مستويات نفسيه معينه تمنع صعود الحاجه، هي دي المقاومه. علشان كده مهما الضرب اشتغل الاسبوع اللي عدى ده، كان اعلى سعر مستعد المشتري يدفعه في الأونصة العالميه هو 3454، بدليل ان هو الثلاث والاربع والخميس والجمعه في عز الضرب ما بين اسرائيل وايران والتصعيد، السعر عمال ينزل. ليه؟ لان المشتري العالمي للذهب ما عندوش استعداد في الفتره الحاليه، لان ممكن بعد كده يطلع، ما عندوش استعداد في الفتره الحاليه يشتري الأونصة باكتر من السعر ده. بل على العكس، البياع اللي بدا يكسب ونزل السعر من 3454 حتى 3343.